من غير فرن هنعمل احلى فراخ بالصوص، ودي الطريقة اللي ممكن اكل بيها الفراخ كل يوم ومزهقش. خطيرة، لازم تجربوها. ولو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة. ويلا نبدأ وصفتنا. سهلة وسريعة وفي حلة واحدة، والفراخ مستوية كويس جدا جدا. اول حاجة في الحلة او الطاسة او الصينية على النار هحط فيها زيت مع زبدة، ممكن زيت او سمنة او زبدة زي ما تحبوا. وهبدأ اشوح الفراخ. انا الفراخ بتاعتي مقطعاها 8 قطع، يعني الفرخة الواحدة قطعتها 8 قطع. زي ما انتوا شايفين كل ما قطعتوها صغير كل ما استوت اسهل وبقى طعمها احلى. سايبة كمان الفراخ بالجلد عادي جدا. هحط كل الفراخ على اول جنب تتشوح على نار عالية، وبعد ما تاخد لون من على الجنب الاول هقلبها على الجنب التاني، وزي ما قلتلكوا على النار عالية عادي جدا. بعد ما هقلبها على الجنب التاني هسيبها دقيقتين كمان تاخد لون، وبعد كده هطلعها. زي ما انتوا شايفين كده واخدة لون حلو قوي، وهطلعها. طبعا هتكمل سوا بعد كده في الصوص بتاعنا. ووصفة النهاردة استخدمت فيها حوالي فرخة ونص. بعد ما هخلص كل الكمية في نفس الحلة او الطاسة هحط البصل. استخدمت 4 بصلات، هبدأ اقلبهم ياخدوا لون اصفر بس. انا استخدمت 4 بصلات متوسطين، قطعتهم شرايح زي ما انتوا شايفين وبقلب فيهم. وطبعا ممكن نزود زيت او زبدة لو حابين. وبعد كده هضيف عليهم حوالي 5 فصوص من الثوم، وهنرجع الفراخ علشان تكمل سوا في الصوص بتاعنا. وهضيف شوية اضافات بسيطة، ورق لورا وكمان حبهان لو حابين، والتوابل ملح وفلفل بابريكا مدخنة، واي توابل للفراخ بتحبوها او متوفرة عندكم. هبدأ اقلب كل الخليط ده مع التوابل مع الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده مع البصل. مش عايزة كل كمية البصل تكون في الحلة من تحت او الصينية علشان ما تتحرقش مننا. هقلبهم كده تقليبة كويسة جدا، وبعد كده هضيف عليهم باقي الاضافات. الفراخ بتاعتنا مغسولة طبعا ومتنضفة كويس قوي. هضيف عليها عصير ليمونتين، وده هيمنع اي ريحة للفراخ مش بتحبوها. وكمان هضيف زيتون. الزيتون ده المكون اللي هينقل الوصفة في حتة تانية خالص، بيخلي الصوص طعمه خطير. اكيد المية السخنة عشان الفراخ تكمل سوا فيها، يدوب تغطيها. وهغطي عليها واسيبها تكمل سوا. الفراخ بتاعتنا هتاخد حوالي ساعة، من ساعة لساعة الا ربع على النار عادي من فوق. وطبعا هنكشف عليها كل شوية، كل ما هتحتاج مية هنزودها لحد ما نوصل للشكل والصوص اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجة النار تكون متوسطة علشان البصل ما يتحرقش وياخد لون حلو زي ما انتوا شايفين في الوصفة. قدمتها مع رز ابيض وطلعت خطيرة. صوص يجنن والطعم خطير، لازم تجربوها ومتأكدة هتحبوها ومتأكدة هتعجبكم. ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا له لايك وشير لكل حبايبكم.